السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد الأمين عموري يفاجئ الألمانيين بهدف من رأسية رغم قصر قامته. شاهد الفيديو للأخير لتعرف ماذا قال الألمان عن عمورة، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. تمكن الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة من تسجيل أول أهدافه هذه السنة ضد فريق هوفنهايم، وقاد فريقه لتحقيق الفوز والصعود للمركز التاسع. عمورة سجل هدف اليوم من رأسية مغتنما تمريرة زميله أرنولد، وبعد نهاية المباراة مدح الألمان محمد الأمين عمورة كثيرا. أحد المدونين على موقع إكس كتب: أنت لا تعرفه، هذا هو محمد الأمين عمورة، لديه 13 مساهمة في 15 مباراة، وهو واحد من اللاعبين الخمسة الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الألماني. هو موهوب في التواصل مع زملائه. مدون آخر قال: حرفيا عندما سجل الهدف كنت متأكد من أن هذا لم يكن عمورة الذي سجل من ركلة ركنية. إنه في حالة رائعة ويبدو كأنه صفقة ذكية حقا من فولسبورغ. نفس الشخص تحدث عن عمورة في تدوينة أخرى وقال: محمد عمورة رجل سريع جدا، لو لم يكن قد انضم للتو إلى فولسبورغ لقلت أنه يمكن أن يكون البديل المثالي لمرموش في انتراخت فرانكفورت. نظام فرانكفورت يناسبه بشكل جيد للغاية، خصوصا مع إيكيتيكي.